شغلة حازم امام كمشرف عام على المنتخب وعضو مجلس اداره اتحاد كوره ان هو يصيغ عقود. بندور مين المرة دي هو اللي هيطلع غلطان. ايه مؤهلات جمال علام ان يبقى رئيس اتحاد الكوره؟ هل الموضوع كان المفروض يطلع بالطريقة دي؟ بجريه يا اولاد انتوا مالكم ما تفوقوا لازم نكسب وبتاع، ما يقدرش يعملها. رفع التيشيرت بتاع صلاح. كل حاجه حصلت غلط. من زمان كان نفسي اعمل بودكاست لان انا مؤمن ان ده الدايركشن بتاع المستقبل. مش عشان كده بس، ولكن انا كمان مؤمن ان في كلام كتير قوي في التلفزيون بيتقال مجعلص وكلام رسميات قوي، يعني ما بتبقاش الرسميات في البدله والكرافته بس، لكن بتبقى رسميات حتى في الكلام. على فكره بقى عايز اقول لكم، مش زي ما حضراتكم فاكرين او زي ما انتم فاكرين ان الموضوع بيبقى تعليمات بس او دايما في اوامر قول وما تقولش وبتاع. لا، في ناس بتطلع في التلفزيون على فكره بيبقى هم في الحقيقه لما تقعد تتكلم معاهم هم لزاز، بس ما اعرفش مين فهمهم ان في التلفزيون لازم يبقى دمك تقيل. والله مش بهزر. ف ف فبيطلع دمهم تقيل في التلفزيون. فعشان كده جت فكره البودكاست اللي انا اخدت قرار ان انا لازم اعمله، لان انا شايف ان الناس المشاهدين والناس المتابعين اللي بيتابعوا المحتوى، مش الرياضي بس، المحتوى بتاع كل حاجه، بتاع الانترتينمنت وبتاع التسليه وبتاع الحاجات الاجتماعيه وكل الكلام ده كله، يستحقوا ان احنا نبقى صراحه معاهم وان احنا نبقى براحتنا معاهم. فما تستغربوش، في حاجات كتير هتسمعوها في البودكاست ده ممكن ما تسمعهاش في اي حته، وممكن ما تسمعهاش بالطريقه اللي احنا هنقولها بيها، بس احنا بنعمل كده معاكم من عشاننا، يعني احنا عشمانين فيكم عشمانين فيكم جامد. جت فكره اللي ما اتقالش، بودكاست اللي ما اتقالش، اللي الحقيقه لما جيت فكرت لقيت ان مفيش احسن من محمد عبد المنعم هو اللي يكون موجود معايا، لانه عنده نوليدج كويس جدا. فمهم جدا وانت بتتكلم مع حد في بودكاست زي ده يبقى فاهم كويس انت بتتكلم في ايه، في مجالات مختلفة. والاهم من كده ان هو صاحبي للاسف. منعم، مساء الفل. مساء الفل. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ مية مية. قول لي بقى عايز تعمل معايا ايه؟ خلي بالكم احنا هنلعب ايه معاكم، لعبه الجود كاب والباد كاب، ويعني وان شاء الله نلعبها كويس، يعني ما نتفضحش فيها. لا احنا هنلعب وهنلعب كتير، هنتكلم جد احيانا بس مش قوي. لازم نهزر مع الناس كتير ولازم نقول اللي ما تقالش زي ما انت قلت. صحيح. يعني بس عجبك اللوجو ده؟ يعني اهم حاجة في المعنى كمان ان احنا هنقول اللي ما تقالش. صحيح. اللوجو العربي والانجليزي بتاعه مفهوم جدا، اي حد يعرف هيعرف احنا هنقول ايه، حتى لو مش في الكورة. يعني مش لازم نقول اللي ما تقالش في الكورة. لا مش عايزين نتكلم في الكورة خالص. مش كده. ما فيش كورة، بس النهاردة هنضطر نتكلم في الكورة بسبب الاحداث اللي جارية يعني. وطبعا الشكل المؤسف اللي احنا ظهرنا بيه في كاس الامم الافريقيه، وبعيدا عن النتائج يعني الناحيه الاداريه كانت سيئه جدا، وميس مانجمنت اللي كانت موجوده لكل الامور والظروف اللي مرينا بيها في البطوله، اللي اترجمت في الاخر جوه الملعب ان احنا بقى شكلنا كده. لان انا دايما بقول يا منعم ان الرياضه والكوره كل حاجه بره الملعب او كل حاله انت موجود فيها كمجموعه بره الملعب انت بتاخدها معاك جوه الملعب. لو مفيش انضباط وديسيبلين واحترام وحاجات كتيره جدا بره الملعب، جوه الملعب مش هتلاقيها. وده بيبدا من اكبر واحد علشان اصغر واحد يقدر ان هو ينفذها. بس اللي انت بتقوله ده، يعني معلش انا هقطع كلامك، انت شايف ايه؟ انت شايف ايه اللي حصل؟ يعني افريقيا دي شايف ايه اللي حصل؟ لا اللي حصل ما يتقالش. اللي حصل جايين نقول اللي ما اتقالش. لا اللي حصل بجد يعني عيب في حق مصر بجد. مش بقول كده كلام اي كلام، لا بجد يعني كل حاجه حصلت غلط من اول ما حدث قبل البطوله، او اللي حصل قبل البطوله واللي حصل خلال البطوله واللي بيحصل بعد البطوله. وهبدا
بفيكتوريا، واختياراته للقائمه كانت اختيارات سيئه جدا جدا. وانا مستغرب ان مدرب بخبراته وامكانياته والخبرات اللي كونها، حتى لو ما كانش درب منتخبات قبل كده. لان خلي بالك الكلمه اللي اتقالت بعد كده، هو ما دربش منتخبات قبل كده. طب ما كوبر ما كانش درب منتخبات قبل كده، ووصلنا فاينل كاس ووصلنا كاس عالم، وعمل منتخب منظم. الموضوع ده ملوش علاقه انت دربت منتخبات قبل كده ما دربتش منتخبات قبل كده. مانشيني خد بطوله اوروبا مع ايطاليا وهو عمره ما درب منتخبات قبل كده. وقول واحد مستعد اجيب لك 10 امثله، في امثله كتيره جدا 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 كانوا اول مره يدربوا منتخبات ونجحوا. لكن الموضوع في رايي يعني ان فيكتوريا اتخض وما كانش محضر نفسه على نفسيا بشكل كويس للبطوله. وفيكتوريا اتحاد الكوره بسبب ضعفه، بسبب ان اتحاد الكوره ضعيف جدا جدا، اضعف اتحاد كوره جه في تاريخ مصر الاتحاد ده. وطبعا انا لما بقول كده الناس بتستغرب، بتقول لك ايه هو ازاي ميدو بيقول كده وحازم امام صح. انت ايه رايك؟ اقول لك انا رايي ان حازم ظلم نفسه بالتواجد في القعده على ترابيزه واحده مع بعض من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره ورئيس اتحاد الكره. مش عشان حازم اكبر منهم، ولكن حازم فكره مختلف تماما عنهم. ما ينفعش اللي انا اتعلمته منهم في الحياه. وانا راجل يعني اسست شركتي من سنه 2005، اسست شركتي في الاستثمار الرياضي وفي حاجات تانية من سنه 2005. اللي اتعلمته في الحياه وفي الشغل ان ما ينفعش ان انت تشغل حد غير مؤهل لمنصب، وما ينفعش تشتغل مع حد غير مؤهل للشغلانه. صح. يعني في مثل كده ايه في الفلاحين، مثل جميل جدا، بيقول لك ايه، بيقول لك اللي يصعب عليك يفقرك. صح. اللي يصعب عليك يفقرك. صح. اللي يصعب عليك اي حد هيصعب عليك هيوديك في داهيه، هيرجعك مهما عملت ومهما اشتغلت هيوديك في داهيه. بس انت سمعت المثل ده قبل كده ولا لا؟ سمعته كتير، بس هو زي ما انت بتقول كده، اللي يصعب عليك يفقرك. يعني انت ما يصعبش عليك حد تجيبه في مكان مش مكانه خالص. هي بص، مهما عملت هيفشلك مهما كان مهم بالنسبه لك. بالظبط. هو ده اللي حازم امام عمله. حازم امام في رايي بقبوله ان هو يشتغل الشغلانه دي مع اتحاد الكوره ده ظلم نفسه لان الناس اللي موجوده معاه معظمهم مع احترامي الكبير غير مؤهلين للكراسي دي. فبالتالي مين النجم اللي هيشيل؟ هم النهارده شايلوا مين؟ حازم. صح. وخلي بالك كلهم دخلوا جوه الجحور، محدش فيهم دلوقتي موجود ولا هتشوفه ولا هتسمع عنه. دلوقتي طلع حازم على المسرح، هو النجم، هو اللي شكله حلو، هو الراجل اللي اختار فيكتوريا، هو الراجل اللي عمل عقد فيكتوريا. مين اللي قال ان حازم امام يعمل عقد فيكتوريا؟ هل شغلة حازم امام كمشرف عام على المنتخب وعضو مجلس اداره اتحاد كوره ان هو يصيغ عقود؟ لا. مفيش ناس بتاعت لجنه تعاقدات، مفيش حد رئيس ايه خبره حازم امام النهارده ان هو يتفق مع فيكتوريا على الشرط الجزائي؟ فاهمني ولا لا؟ بص، هي مش خبره، يعني مش فكره خبره ولا لا، فكره ان انا حاسس انه زي كل مره احنا بندور على كبش فدا. يعني بندور مين المره دي هو اللي هيطلع غلطان، هيطلع حازم ولا فيتوريا، ولا لازم نلاقي حد هو اللي يطلع غلطان. وزي ما انت بتقول كده السبب في رايي يعني التوظيف، الريكروتمنت، مين المفروض يكون في انهي مكان. يعني النهارده لو مش حازم اللي دوره يبقى يا منى، انا بس عايز اسالك سؤال، تمام؟ بجد يعني احنا كلنا قاعدين اهو بنتكلم كلنا كبار وكلنا بنفهم ايه مؤهلات جمال علام انه يبقى رئيس اتحاد الكوره. انا نفسي افهم. على فكره الراجل ده ممكن يبقى في بيته راجل محترم جدا، وممكن يبقى في شغله الخاص راجل ناجح جدا. لكن يا جماعه الاداره الرياضيه، تعرف يعني رئيس اتحاد الكوره المصري؟ انت بتمثل اعرق بلد في تاريخ افريقيا وفي تاريخ الشرق الاوسط. ازاي النهارده لما يروح يقعد في وسط ناس مع احترامي الكبير ليه في اجتماعات مثلا الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي تبقى الناس مش عارفه ده مين؟ ازاي احنا فكرنا ان جمال علام هو اللي ياخد الكره المصريه لقدام؟ مين عامر حسين؟ معلش مع احترامي الكبير ليه،
اللي هو راجل دلوقتي بيخطط للكره المصريه بينظم مسابقات الكره المصريه بقاله 30 سنه ولا 25 سنه. ليه انا نفسي اعرف هو عامر حسين ماسك زل على مين في منظومه الكره في مصر. انا عايز اعرف ايه هي مؤهلاته، لا لاعب كره ولا عنده خبرات اداريه ولا اي حاجه. ليه كل الناس بتتغير وتلاقي عامر حسين موجود طالع بيقول لك ان انا ما حدش يعرف يعمل الشغلانه دي غيري؟ مين اللي قال لك ما حدش يعرف يعمل الشغلانه دي غيرك؟ الشغلانه دي بتتعمل بسوفت وير في حتت في دول كتير. ما هو مشكله. انا بس نفسي افهم احنا ليه بجد، احنا ليه وصلنا لكده، وليه متمسكين بالناس دي؟ يعني انا مش فاهم يعني هل النهارده بقت شروط النجاح او شروط تولي المناصب في الكرة المصرية ان انت تبقى بتسمع الكلام، او ان انت تبقى راجل اللي بيتقالك عليه بتعمله؟ طب انتوا جربتوا السكة دي صح؟ جربتوا السكة دي ودتنا فين؟ ما جابتش معاك بقالها قد ايه؟ بقالها من 2010 لغايه دلوقتي يعني. البطولة المحلية بتاعتنا انهارت. انا بقول لك كل حاجة فيها غلط، واي حد يقول لك حاجة غير الكلام ده كذاب. 4-5 انديه جماهيريه. ولا انت لا، انت بتتكلم في مستوى فني سيء. اي حد يجي يقيم مستوى فني سيء. ليه مستوى فني سيء؟ لان انت اول حاجه اخترت ولسه متمسك عشان ترضي الانديه وتجامل الناس ان الدوري المصري يبقى 18 نادي. ليه الدوري المصري يبقى 18 نادي؟ كام عدد اللعيبه الكويسين اللي عندك اصلا عشان عندك 18 نادي؟ الدوري الاسكتلندي كام نادي؟ 16 14. لا الدوري الاسكتلندي 10 والله. لان هم عارفين ان هم ما عندهمش لعيبه كوره كويسه كافيه، فلازم يبقى الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي موجودين وعارف ايه، بيعرف يعملوا ايه، بيلعبوا 4 ادوار. دي جديده، دي 10 مش جديده، ده هو طول عمره 10 انديه. لا انا ما كنتش اعرف ان الدوري الاسكتلندي 10 انديه. لان هو النهارده هو عندك مين؟ جلاسجو رينجرز، وعندك سيلتك، وعندك ابردين، وعندك واحد نادي او ناديين كمان مش عارف، مش فاكر يعني دلوقتي. هم دول اللي فيهم لعيبه كويسه، والباقي بيتغلبوا 4 5. فانت بتحدد عدد الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز على اي اساس؟ على اساس عدد اللعيبه المتميزين اللي عندك. صح. انت راجل اتاخرت في الكوره، مبقاش عندك لا لعيبه متاسسه كويس، ولا لعيبه نجوم حتى. مفيش يا منعم. انا النهارده انا بقول لك، وانا صغير كنت بروح التدريب بتاع الزمالك اتفرج على نجوم كبار. فرقه الزمالك كلها نجوم كبار، وفرقه الاهلي كان الملعب التتش بيتملي بال10,000 الناس تروح تتفرج على حسام حسن وابراهيم حسن، وتتفرج على علاء ميهوب، وتتفرج على رضا عبد العال، وتتفرج على لعيبه جامده. انت لو فاكر جيلنا كان الناشئين حتى معروفين طبعا، الناشئين معروفين وعندهم ماتشات والناس تروح تتفرج عليهم في المدرج. فانت اتاخرت في كل حاجه، وفي النهايه انت زي ما انت بتقول كده من ايه، انت بتدور على كبش فتا. انت بتدور مين اللي يشيل دلوقتي. احكي لك بقى المخطط كان ايه ولا لا؟ احكي لك بقى. لو كانت مصر عدت دور ال16 وخرجت من دور ال8، كان اللي هيشيل البطوله دي محمد صلاح. صح. تمام. ولو كان مصر خرجت من دور ال16، اللي يشيل حازم امام وفيكتوريا. ولو ما خرجتش كل بقى اللي ولو كانت مصر كملت بعد دور ال8، كانوا هيجيبوا محمد صلاح ان هو يرجع عشان مصر لو اتغلبت هو اللي يشيل. بالظبط كده. اسمع كلامي. انما نعالج وندرس وندور على ناس بتغلط ونحاسب المخطئين فعلا، ونشوف مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش ونقيم، لا احنا ده احنا مش عايزين ان احنا نعمله. بس انا هسألك سؤال، بما انك قلت محمد صلاح، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني انت مع سافر ولا ما يسافرش يقعد مع هل الموضوع كان المفروض يطلع بالطريقه دي؟ يعني انت عارف مثلا انا راجل اشتغلت ماركتنج وميديا كتير، يعني هل الموضوع كان المفروض يطلع بالطريقه دي؟ لا، هو ميس مانجمنت من اتحاد الكوره. ومحمد صلاح، انا بقول لك محمد صلاح حصل ايه؟ محمد صلاح فكر بعقليه الاوروبيين، وتفكير محمد صلاح بعقليه الاوروبيين هو اللي منجحه. فاهمني ولا لا؟ محمد صلاح من الاخر اتعور، النسبه بتاعت ان هو يلحق في البطوله نسبه قليله. انا هروح طب انا اروح اتعالج هناك احسن، صح؟ الكلام ده على فكره مش عرف الكوره، لكن هو فكر بايه؟ بعقليه الاوروبيين، كانه انجليزي. صح. فانا ما اقدرش الوم على صلاح في حاجه، رغم ان انا بقول لو انا كنت هقعد مكان انا ممكن اكون اكون غلط،
انا عندي حسابات تانية ان انا بفكر في الناس في مصر ممكن زياده عن اللزوم، ممكن يكون صلاح تفكيره مختلف، فانا ما بلومش على صلاح. ولكن النهارده الارينجمنتس بتاعت اتحاد الكوره كانت سيئه. ازاي النهارده ان انا ادير ازمه؟ ما انت النهارده لما واحد زي صلاح ده يجي لك يقول لك انا ماشي، انا اتعورت وماشي راح اتعالج في ليفربول، محتاج بقى ان انت تدير الازمه بشكل صح، ان انت النهارده تعمل اتفاقيه ارينجمنت مع ليفربول تمضيهم عليها وتقول ان انا اللي هعلن. كل الكلام ده ما حصلش. بالظبط. فالناس بتاعت ليفربول لقوا نفسهم بيتعاملوا مع ناس هواه، فراح قال لك ايه، لبسهم. انا اهم حاجه عندي ايه اللي يحصل، ان صلاح يرجع لي ويتعالج عندي. لكن موضوع صلاح خلي بالك يا منام اكبر بكتير من ازمه اصابه. موضوع صلاح ده لعيب جامد جدا واسم كبير جدا وبروفايل جامد جدا طبعا. لو مش قدامه اتحاد كرة قوي بيظبط البالانس ده هتفضل في مشكله طول عمرك لغايه ما صلاح يبطل. هتوصل لمرحله من الايام وافتكر كلامي ان في ناس مصريين هتتمنى ان صلاح يبطل، مش عشان هو لعيب وحش، لا هو لعيب جامد جدا وليجند واسطوره وكل الكلام ده كله، لكن هو هيز جيتنج اوفر باورد if you could say that. اقوى من المنتخب، بقى اقوى، بقى هو كفرد اقوى من المنظومه بتاعت الكوره. انما المنظومه لو قويه واتحاد الكوره قوي وصلاح قوي، مصر هتوصل في حته كويسه جدا، هتوصل في حته كويسه جدا. لكن النهارده صلاح بيدفع ثمن التعامل مع هواه، انا بقول لك دي الحقيقه، هو بيدفع ثمن الكلام ده. خلي بالك انا طول عمر اللعيبه الكبار، اللعيبه الجامده قوي اللي في مصر ممكن تدفع ثمن ان هي ايه، بتلعب في نظام مختلف وطريقه لعب مختلفه عن اللي هم بيلعبوا بيها بره. يعني انا كنت بواجه المشكله دي وانا بلعب، كنت بلعب مع جيل جامد جدا ولاعيبه جامده جدا، لكن اسلوب اللعب مختلف. كابتن حسن ما كانش بيلعب كور مباشره، كان بيلعب كور، كان بيطلع بالكره بالدرجه بتاعه، ده كان بيخلي ان الناس بترجع وتقف وبتاع. فانا اسلوب لعبي ان انا راجل نمره 9، فكنت الريتم السريع بتاع بره ده ما كنتش ايه بلاقيه هنا، فكنت ساعات بتعطل هنا. بس عمري ما لعبت ماتش مع منتخب مصر وما طلعتش بالدم، عمري. حتى وانا مصاب ولعبت وانا مصاب ولعبت كل حاجه عملتها، بس عمري ممكن ابقى وحش في ماتش، لكن لازم اطلع بالدم في كل ماتش، اخش في كل كره مشتركه، هموت نفسي انا النهارده لو وحش كذا. الحته دي بطبيعه صلاح وطبيعه لعب صلاح مش موجوده عنده. صح. لان صلاح لعيب اسلوب لعبه مش كده، ما عندوش الحته بتاعت الجرينتا اللي اخش في اي حاجه، اخش في الحديد وبتاع، مش موجود عنده حتى على فكره. وده برضه ملوش دعوه ان صلاح كويس ولا صلاح لا مش لعيب كبير قوي يعني، لعيب كبير، بس هو يعني. في حاجات ما تقدرش تطلبها من يعني ايه، انا اظلمك انت من لما اطلب منك حاجه حتى على المستوى الصداقه against your nature، صح، يعني ضد طبيعتك، ابقى انا كده بظلمك. ان انا النهارده لو انا طلبت من كمدرب مثلا او كمشجع، لو طلبت من صلاح ان هو يقف في وسط الماتش يقول للعيبه جرايه ولا مالكم ما تفوقوا لازم نكسب وبتاع، ما يقدرش يعملها. مش شخصيته هو راجل، شخصيته ان هو راجل بيركز كويس في الجيم بتاعه، ولو عمل اي حاجه غير كده هيبقى وحش. صح في دوره، في اهداف دوره في الملعب. لا فانا النهارده ما اقدرش اطلب منه اقول له حاجه زي برضو ارجع تاني لحازم. حازم صاحبي واخويا الكبير، لكن انا دلوقتي حازم كصاحبي تمام، في حاجات معينه في الحياه ما بطلبهاش منه، ما اقدرش اطلبها منه وما ازعلش منه لو ما عملهاش معايا. ده اللي انا اتعلمته بقى في الزمن. كنت الاول بزعل، ايه ده انا مره لما انت وقعت مش عارف ايه بتاع، ده انا وقفت لك وعملت ومش عارف ايه بتاع وانت كذا وبتاع، لا مش معنى كده ان انا بقول ان هو مش راجل، بالعكس حازم من ارجل اصحابي ومن انضف اصحابي ومن انقى الناس اللي قابلتهم في حياتي. لكن هو طبيعه شخصيته ان هو في حاجات معينه مش هيخش الخناقه معاك، لان هو اصلا مش هيخشها لنفسه. فاهمك. انت فاهمني قصدي ولا لا؟ هو بيحبك جدا ويتمنى لك الخير وكل حاجه، لكن انا ابقى بعد كل الخبرات اللي انا كونتها دي منهم في حياتي والدول اللي انا عشت فيها والناس اللي انا عشت معاهم وبتاع، وانا ما بدعيش يعني انا عارف كل حاجه، احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم، لكن شفت حاجات كتيره جدا. لكن ابقى راجل غبي لو طلبت النهارده من صاحبي حاجه هي against his nature، ضد طبيعته. نفس الكلام مع صلاح. الناس ايه لما انا اتكلمت، فاكر انا قلت حسام حسن شتم رجله ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، الناس قارنت بينه وبين موقف ان صلاح ما بيعملش الكلام ده.
يا جماعه احنا هنبقى اغبياء لو طلبنا من صلاح ان هو يعمل حاجه بره الكوره، لان هو ما عندوش الملكه دي. هو راجل لعيب كوره جامد فقط، صح. ونجم طبعا، ونجم كبير. لا وصلاح اتطور كتير قوي عن ما كان شخصيا حتى. تاني حاجه يا منعم، ما اقدرش اطلب من صلاح ده حاجه، ما اقدرش اطلب منه حاجه ان هو هيعمل حاجه عشان خاطر حد وايه ويجي على نفسه. الاوروبيين ما بيعملوش كده، ويا جماعه اعتبروا صلاح اوروبي، صح. صدقوني، عشان تستريحوا معاه. لكن النهارده اللي هيظبط الكفه دي يا منعم إيه؟ ان انت يبقى عندك اتحاد كوره جامد ومنظومه كوره جامده، منظومه كوره جامده. ان انت النهارده لما يجي مثلا صلاح، ما انت النهارده الموضوع كان يتعالج ازاي؟ تعالى انت النهارده بتقول ان انت هتمشي، وكلوب بيقول ان انت هتمشي، وان انت هتمشي، تعالى انت امضي لي على الكلام ده. انت راجل، انت اللي مسؤول عن القرار بتاعك، والقرار ده قرارك مش قراري. انا كاتحاد بطالبك ان انت تقعد ازنقه انا ما بيني وما بينه، ومضيه على الورقه دي. صح. صح ولا لا؟ صح. عارف صلاح والاخ رامي عباس لو لقى ناس بيتعاملوا معاهم كده بالذكاء ده وبالحده دي وبالشاربنس دي وبالقانون وبحقي وحقك، وبرضه انا في نفس الوقت انت ابني بحافظ عليك، هيحترمك ويقدرك. لا هو مفيش غلط، هو مفيش غلط في ان انت امورك تبقى سليمه، ورق كل واحد ليه دوره زي ما انت بتقول، اتحاد كوره قوي كل واحد ليه دوره، عارف مين بيصرح، مين هيتفق مع ليفربول، مين هيتفق بالظبط. مع صلاح. وانت قلت حاجه رامي عباس، انا شخصيا يعني شايف انه رامي عباس زودها يعني في الحته اللي فاتت دي غلط، يعني ما كانش ليه لازمه التفاصيل في الكلام الكتير دي. لا انا اقول لك رايي في الموضوع ايه. انا في رايي ان رامي عباس رجل مفيد جدا في حياه محمد صلاح، وراجل فاد محمد صلاح في حاجات كتيره جدا. امتى؟ لما يعمل شغله رامي عباس راجل محامي، تمام، تحول الى ايجنت في الدخله بتاعت ايه، بتاعت صلاح، صح. انا في رايي ان محمد صلاح الزمن والمواقف اثبتت ان هو محتاج ميديا ادفايزر، مستشار اعلامي يكون مصري، لازم يكون مصري، خلي بالك، ويكون عايش هنا، ويكون دايس في اللعبه هنا، ويقول له امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، وامتى في الموقف ده ان هو لازم يقول كذا، ويطلع ستيتمنت امتى، وامتى يخلي فلان هو اللي يرد له. كل الكلام ده محتاجه واحد محنك، وواحد عنده خبرات كتيره جدا طبعا. مش رامي اللي يعملها على فكره. الاخطاء اللي بيقع فيها رامي ان هو ساعات بيصدر مشاكل لصلاح عشان هو مش ما عندوش درايه بالناس هنا بتفكر ازاي. ما عندوش، ما ينفعش تبقى انت راجل قاعد بره وعقليتك اوروبيه، وبتكلم هنا بقصد صلاح، ويبقى اللي بيتكلم عنك واللي بيتصرف لك برضه مش عارف حاجه عن هنا. مش فانا لو صلاح يسمح لي ان انا انصحه بحاجه، هو راجل كبير وراجل عاقل وفاهم كل حاجه وعنده خبرات وكل حاجه، انه لازم يعين ميديا ادفايزر مصري، ويكون راجل محنك وعارف كويس قوي امتى ياخد له حقه، وامتى يتكلم وامتى يقف، وامتى يخلي المسؤولين هم اللي يتكلموا. في رايي ان دي حته ميسنج عند صلاح. وبقول له يا صلاح، انت النهارده لما جيت لقيت ان انت عندك مثلا شورتج مثلا في الفينشنج على الجون، بعت جبت واحد يدربك، صح. لما لقيت ان انت محتاج سبورت سايكولوجيست او محتاج منتال كوتش، جبت، صح. نصيحتي ليك يا ابني، اسمع كلامي، جيب ميديا ادفايزر مصري صايع مرقع، صح. تمام، يدير لك الحته دي بتاعت الاعلام. لا بس انا معاك في الموضوع ده، لازم يكون حد عارف يلوبي هنا، عارف طبعاً. الميديا هنا، عارف يتكلم مع مين امتى، وعارف بره، مطلع على بره برضه، بيروح وبيجي، وعارف يلوبي اصل ليه رامي عباس في اوروبا وفي كل حاجه. اصل رامي عباس مثلا مهما كان صايع يعني، تمام، قول لي كده، لو ازاي اخش جوه مخ رضا عبد العال؟ لا مش هيعرف، هو مش هيعرف صح؟ ازاي اخش جوه مخ محمد شبانه؟ لا هيخش ازاي جوه مخ سيف زاهر، جوه ابراهيم فايق، جوه هاني حتحوت؟ انا بتكلم كل الناس اللي موجوده. يعني مش عارف اخش جوه مخهم، لان الناس دي انت عشان تعرف تتعامل معاهم اعلاميا لازم تدرس الباك جراوند بتاعهم، لازم تدرس هم ايه قصتهم، هم دلوقتي ايه في مرحله ايه في حياتهم، هم دلوقتي تبع مين وضد مين وجايين مع مين وعلى مين وبتاع. قصه كبيره يعني جدا، محتاجه حد صايع، حد زي انا بقولك مرقع، حد دي شغلته بقالها سنين ويقدر ان هو يعملها له كويس. نصيحتي مستشار اعلامي فورا، لان دلوقتي الزمن اثبت ان انت في وقت الازمات ما بتتعرفش انت تتصرف، انت اغلب من كده بكتير،
ومش اغلب يعني I'm not saying this in a bad way. انا I'm saying it in a nice way, بطريقه كويسه. انت راجل طول عمرك كنت مركز في الكوره، فخلاص انت مش هتقدر ان انت تتعامل في القصه دي. وزي ما انت قلت against his nature. بالظبط. ورامي عباس في الحته دي مش هيخدمك. نرجع بقى للحته بتاعت ايه الريكروتمنت، حته ان انت لازم تدي كل واحد الشغلانه بتاعته عشان تقدر ان انت تنجح. لو عندك حته وقع منك مش هتعرف ان انت تشتغل. طب وانت شايف ايه في اتحاد الكوره بالنسبه للريكروتمنت؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن الريكروتمنت يا جماعه. اتحاد الكوره احنا اتحاد الكوره مش موضوع ان بس اسماء غير مؤهله، بعض الاسماء غير مؤهله للمناصب. الموضوع اكبر من كده. الموضوع ان هم كمان عايزين يتصدروا المشهد. يعني انت غير مؤهل وكمان مش عايز تقعد على جنب، لا انت عايز كمان تتصدر المشهد، ويبقى ليك دور في اختيار المدربين، ويبقى ليك دور في كذا. يعني انت مش بس راجل ما ينفعش ان انت تشتغل الشغلانه دي، لا انت كمان لا انا هجيب مدرب منتخب الشباب ولازم اجيب، وهجيب مدرب منتخب الناشئين ازاي، ولا ومش عايز يبقى فيه تكنيكال دايركتور علشان خاطر التكنيكال دايركتور ده هيسرق مني الضوء، وهيبقى هو اللي وهيتقال ان مثلا فلان هو اللي قال وهو اللي جاب. يعني فاهمني؟ يعني القصه احنا يا جماعه واقعين في حفره مش عارفين نخرج منها خالص خالص. احنا ناس غير على فكره، وفي بعض الانديه وفي انديه كتير ناس غير مؤهله للشغلانه. مش بس كده بقى تاخد الشغلانه وتعين ناس فنيين يشتغلوا في القصه، لا ده انا كمان بقى انا كمان ان انا اللي هقول ده حقي ده انا عضو مجلس اداره، ده انا حقي ان انا اقول. يا عم اقعد على جنب، انت راجل احمد ربنا ان انت موجود في الحته دي، وجيب ناس تشتغل. لا يا عم ده حقي، انا ليا صوت زي فلان. ده اسمه كلام يا جماعه؟ ده اسمه كلام؟ لا ما فيش. يعني انا بفكر دايما وانت بنتكلم مع بعض بتقول لي ان احنا لازم يبقى عندنا مشروع، صح؟ وانت بتقول كده حتى في البرامج اللي بتتكلم عنها كتير. المشروع ده هيجي منين؟ ما هيجي منين اذا كان ما انت عشان يبقى في مشروع لازم يبقى في حد هو اللي قائم على المشروع، واللي قائم على المشروع ده لازم يبقى مؤهل فنيا للمشروع. يا منعم المغرب جت وقعت كده. المغرب بتخطط ان هي تبقى تتسيد القاره الافريقيه من سنه 2010. راحوا عملوا جامعه اسمها عملوا يعني اكاديميه اسمها الملك محمد الخامس. السادس ولا الخامس؟ السادس تقريبا. عملوا بتاع وابتدوا يعني يخططوا للمستقبل، وابتدوا يصدروا لعيبه محترفين، ابتدوا يعلموا يدوا اديوكيشن صح للمدربين بتوعهم. لكن في نفس الوقت جابوا تكنيكال دايركتور اسمه اوشين روبرتس بعد كاس العالم 2018. جابوه، ده الراجل اللي قاد الثوره بتاعت الكوره في ويلز، ده بقى اللي عمل كل الكوتشنج بادجز ووحد طريقه اللعب ومش عارف ايه بتاع. جابوه وحد لهم طريقه اللعب، عمل لهم طور لهم الكوتشنج بادجز بتاعتهم، الكره النسائيه طورها وهو اشتغل الشغلانه وعمل لهم الشغلانه ومشي. فاهمني ولا لا؟ والناس مكمله من بعدين، جابوا ناس كملوا وكل كمان. حاجه. استثمروا المغرب ذكائهم، استثمروا في الامكانيات البشريه، في الطاقه البشريه اللي عندهم. جابوا واحد مثقف، راجل مسيس، فوزي لقجع، راجل وطني، راجل جه عمل لهم بلان صح، وعرف ان هو يعمل لهم تقل جوه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وخدم بلده صح. انت خدت قرار ان هاني ابو ريده ورجاله يرحلوا عن او يمشوا من الصوره، صح؟ كان ايه البديل؟ مفيش. ايه البديل النهارده؟ هاني ابو ريده راجل يعني على فكره خدم مصر كتير، يعني انا بختلف معاه في حاجات كتير بس هو خدم مصر كتير. طبعا عنده كونكشنز يعني. لا وخدم مصر كتير يعني. خدم مصر في مواقف كتيره يعني. انا بقول لك بس طبعا في الريكروتمنت ايه زيرو. كل الناس اللي اشتغلوا معاه هم اللي كانوا بيوقعوه، ورغم ذلك مصر عليهم، وده سر خلافي مع المهندس هاني ابو ريده. لكن هو كراجل خدم مصر، هو خدم مصر وراجل وطني وراجل اشتغل وراجل بنى نتورك محترمه جدا دوليه وكل الكلام ده كله. لكن انت حضرت مين بعد هاني ابو ريده؟ انت حضرت مين؟ انت النهارده المقر بتاعك بتاع الاتحاد الافريقي موجود عندك في مصر، لكن بيتضر من المغرب. والمغرب بتخطط لده من 10 سنين. سحبت كل حاجه عندهم وكل الاجتماعات عندهم وكل حاجه، وقال لك انت افرح بالمقر. قال لك افرح بالمقر، المقر عندك ده بيلدينج، انما الاوبريشن نفسها انا هديرها من المغرب. يا راجل علاقات المغرب عامله ازاي يا راجل؟ البرو لايسنس الاخيره بتاعت الاتحاد الافريقي 24 مدرب فيهم 22 مدرب مغربي، 21 مدرب مغربي.
وبيتسو موسيماني وحسن شحاته والراجل اسمه ايه بتاع الكونغو اللي كان ماسك نهضه البركان. بس هو مش علي ماهر، مش دي اللي راح لا ده دي بعد كده. انت راجل النهارده رايح بتعمل رخص تدريبيه، جايب الدكتور جمال محمد علي يبقى هو المسؤول عن المحتوى العلمي بتاعها، فتتعمل والناس تدفع فلوس ويصوروها، وبعد كده الاتحاد الافريقي بيساومك بقاله 4-5 شهور مش عايز يعتمد الرخصه لضعف المحتوى العلمي. هل دي مصر؟ هل دي مصر؟ ان واحد على والله اقسم بالله انا ما في ما بيني وما بين جمال علام ولا حاجه، ولا في بيني وبين عامر حسين حاجه، لكن انا صعبان عليا الكره المصريه ان هي توصل لكده، يبقى المجاملات بهذا الشكل. ان جمال محمد علي جاي في المنصب ده مع احترامي الكبير ليه لانه صاحب جمال علام، المدير الفني لاتحاد الكره المصري، يبقى راجل اللي بيحط المحتوى العلمي للمدربين بتوعنا اللي المفروض بيطوروا الولاد الصغيرين بتوعنا وكل الكلام ده كله، يتقال في الاتحاد الافريقي ان لا الراجل ده احنا مش معترفين بيه. ايه يا جماعه؟ ما فيش حد بيحاسب الناس دي. وبعدين لما تيجي تتكلم الناس بتزعل، تقول لك بتاع هو احنا في بيننا وبينكم حاجه؟ خالص بنحترمكم وكل حاجه، لكن انتوا يا جماعه الزمن اثبت ان انتوا يعني خلاص كفايه بقى. وفي مصر فيها شباب كتير متعلمين بره وعندهم خبرات وشباب زي الفل يقدروا ان هم ياخدوا مناصب ويشتغلوا ويطوروا الكره المصريه. طب يا ميدو، احنا يعني واحنا بنتكلم كده عن صلاح، انا فارق معايا نتكلم مع بعض شويه على الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني دلوقتي صلاح كابتن ما بقاش موجود. انا شايف لما الراجل ما بقاش في الملعب، زي ما انت شايف كده، مصطفى محمد راح جاب الجون، رفع التيشيرت بتاع صلاح. اللعيبه تصريحاتها كلها يعني ايه، في حته انه بيتكلم عن غياب صلاح، وصلاح ان شاء الله يرجع قريب وكذا. فتحس ان التصريحات كلها في اتجاه معين ملوش دعوه، مش انه صلاح كويس ولا لا، برضه مش ده الموضوع. هي الفكره كلها انت شخصيتك فين، المنتخب فين. يعني انت شايف ايه في الجيل؟ مفيش شخصيه، مفيش شخصيه. بص يا مانع، انا ما عنديش اي مانع ان انت يبقى عندك لويالتي لزميلك، طبعا صح طبعا، ده حاجه عظيمه، وكابتن المنتخب وعظيمه جدا، تمام، للكابتن المنتخب ولزميلك والراجل اللي هو الواجهه بتاعت الجيل ده، وكل الكلام ده بالنسبه لي ده حلو، كلام جميل جدا. لكن احنا طول عمرنا اتعلمنا في الكوره ان في مواقف معينه بتخليك ان انت تستاند اب في يور سيلف، ان انت تقف لنفسك وان انت تقف للمجموعه. يعني النهارده صلاح اتعور، وخلينا نقول ان هو ما مشيش رجع ليفربول، صح؟ انا المفروض لو انا ذكر فعلا ابقى الهدف الاساسي بالنسبه لي ان انا اوصل مسج للعالم كله ان انا اقدر اكسب من غيرك. لو صلاح مش موجود انا موجود، انا هكسب، صح، انا هكسب، انا موجود، انا هكسب الفرقه، انا هكسب، صح ولا لا؟ طب انت شايف حد في الجيل ده ينفع يبقى قائد؟ هو لازم ان هو كان اللعيبه كلها تبقى هو ده الكلام بتاعهم، ان انا النهارده انما ايه اللي ده انا اجيب جون وبعد وارفع فانيله صلاح وبتاع. ليه؟ هو صلاح بياكلني ويشربني؟ في فرق خط صغير قوي ما بين اللويالتي وما بين ان انت بتعمل انت المفروض الطبيعي ان فكرك ان انت انا لازم اثبت للعالم كله ان انا اقدر اكسب من غيرك، وفي الاخر انت حبيبي واخويا وكل حاجه. على فكره الكلام اللي بقوله ده من الناس ما تستغربوش في الكوره، الكلام ده موجود في الكوره صدقني. لا موجود في كل الشغلانات، وموجود في الكوره قبل اي حاجه. يا منعم، انا يعني انا لعبت الحمد لله مع لعيبه كبار، تمام طبعا. توتي في وقت الوقت كان بيبقى متعور، الفرقه كلها كانت عايزه تثبت للعالم كله احنا نقدر نكسب من غير توتي. هل انت شفت ده في منتخب مصر؟ لا خالص. انا ما شفتش. انا شفت ان الناس ان برضو وهم بيلعبوا بيفكروا في صلاح بطريقه ان هم عايزين يردوا له جميل ايه؟ انتوا جميل يعني جميل ايه؟ انت النهارده الراجل اتصاب وهو قال ان هو انا هرجع، والراجل اختار ان هو دي طريقه تفكيري، انا راجل انا هرجع. المفروض الطبيعي انا بقى كلاعب، تمام، فير اناف يا عم، انت راجل اخترت ان انت ترجع، شكرا انت حبيبي، بس انا هوريك ان انا هكسب من غيرك. تعرف انا بفكر وانت بتتكلم كده الدول التانية، يعني مثلا ميسي في الارجنتين ولا رونالدو ولا موقف زي ده، اللي عمال افكر حقيقي بجد والله ايه اللي بيحصل. يعني هل الناس كلها بتلعب عشان ميسي ولا الناس كلها تصريحها بيبقى انه هو ميسي ككابتن للارجنتين زي صلاح كابتن لمصر؟ لا
بجد لا مش لا يعني الناس انا فاهم، يعني انا فاهم. هو صلاح نجم مصر، طب بص خلينا نجم الجيل نتفق ده، معاك. لكن اللي ميسي عمله بيعمله للفرقه وللمجموعه زي اللي صلاح بيعمله لا بس انا للمجموعه، فعلا زي اللي خلينا. رونالدو بيعمله لفرقه البرتغال. لا فاهمك كويس هل قوي صلاح عامة. زي رونالدو مثلا لما كان واقف في ضربات الجزاء وبيقول له انت هتشوط الاول وانت هتشوط الثاني صح. وانت بقول لك ان انت هتشوط وانت بتاع، هل صلاح صح. بيعمل كده؟ لا. ما بيعملش كده. مش برضه تاني هرجع طب انا لفكرة. هقول لك على حاجه، اه انا هقول لك على حاجه. انت موافقني الاول ان صلاح شخصيته اتطورت كتير قوي عن من ما خرج من مصر لبازل لتشيلسي لكل ده ليفربول النهارده من ناحيه العقليه. من ناحيه المنتال سترينث، قوه عقليته، انما كقائد لا، هو مش قائد. هو مش قائد. واسال نفسك سؤال، هو ليفربول عمره ما ادوله شاره الكابتنه ليه؟ سؤال بس. صح. انا بفكر معاك، هو يعني حتى ارنولد اللي هو يعني رغم ان اصغر بكتير، رغم ان خلي بالك ما حدش يقول لي عشان اجنبي، يعني ليفربول كان واحد من الكباتن الكبار بتوعهم اين راش. طبعا صح. اين راش راجل من ويلز. مش اول مره. صح. مش لا أول كان في اجانب يعني مش ليفربول بس، كل الانديه، كل الانديه. كابتن ارسنال كان باتريك فييرا. صح. سنين بعد توني ادمز يعني، طبعا كان باتريك فييرا. كابتن توتنهام كان روبي كين. في اوقات كتيره، انديه كتيره بتبقى كباتن اجنبيه. وضربت لك مثلا بليفربول نفسه. لكن هو النهارده في لعيب لعلمك، انا بقول لك بصراحه تمام، حته ان صلاح خد شرط الكابتنه في مصر اثرت عليه بشكل كبير جدا مع المنتخب. ولو كان هو مش الكابتن ومش لابس الشاره ومش الكابتن، كان هيبقى عنده فريدم اكتر، والبريشر كان هيقل اكتر. طبعا خلي بالك للاسف احنا يعني في ناس كتير جدا للاسف دلوقتي مرضى بيفكروا بالاسلوب اللي هم بيفكروا، يعني بيفتكروا ان كل الناس بتفكر زيهم وكل الناس اتربت زيهم، فيطلع من الكلام الكونفرسيشن اللي ما بيني وما بينك ده يقول لك ايه ده ميدو منافسنا على صلاح. فاهمني؟ يعني واحد بيتكلم على صلاح كويس. لا يعني ياخد الكلام من الجزء اللي هو بيفكر بيه. لكن لا، في فرق ما بين انك تتكلم عن عقليه صلاح وعلى كورته وعلى ارقامه وعلى انه راجل ليجند، وفي فرق انك تتكلم على قدرته في قياده المنتخب والفريق وليفربول ومصر وكل الكلام يا راجل. لك ان تتخيل ان انا معلش مع احترامي ان احمد فتحي بجلاله قدره يسيب شرط الكابتنه لصلاح. يعني انا احمد فتحي انت لعيب كبير يا احمد، لعيب كبير قوي، تاريخ مع المنتخب وتاريخ كبير. انا عمري مثلا ما اتخيل ان مثلا ايه، هل انا مثلا ينفع ان مثلا حسام حسن يسيب شرط الكابتنه مثلا لاحمد حسن مثلا؟ لا يعني في عرف، وفي ان الكره المصريه بتدار بطريقه ان اللي اقدم واحد اللي لاعب اللي بقاله سنين بيلعب اللي كذا. انا بحبك وبحترمك وانت حبيبي وكل حاجه، لكن في حاجات خط احمر. خط احمر مش خاطر ان انا بتكبر عليك ولا انت بتكبر عليا، احنا في الاخر احنا اتنين زمايل. خط احمر لان انت كده بتلعب بقى ايه في الايثكس اللي مبنيه بقالها سنين. محدش يقول لي ميسي في الارجنتين ورونالدو في البرازيل ولا لا. دي شخصيه وشخصيه تانية خالص، وبتتكلموا على ناس تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم وانا عنه. بعمل كده عشان افكر معاك. ما هو اي حد برضو بيسمع الكلام ده هيقول لك طب ما ده كابتن منتخب وده كابتن منتخب، بس لازم الناس تفهم. عشان كده يعني لا فاهم؟ لا لازم لا نفكر أنا مع بعض. بالعكس اقول لك على حاجه منام. صلاح لو كان كابتن ليفربول في وقت من الاوقات ما كانش هيبقى بيلعب بنفس المستوى اللي لعب بيه. ساعات شرط الكابتنه دي لو انت مش قدها تحجمك وتضغطك. صلاح في رايي من الشخصيات دي كان غلطه كبيره ان يعني ايه ما هو انت ايه بس خليك ايه ذكي. فاهمني؟ ذكي، ما تبقاش ايه ساعات ايه الزياده عن اللزوم بيأذي الناس. وهو ده اللي حصل بالظبط في موقف صلاح بكل صراحه. لا وهو ما خد، كان ممكن ياخد دوره. يعني الموضوع يعني اصل احمد فتحي معلش يعني ميدو، هو احمد فتحي لما اتنازل عن الشاره كان قدامه قد ايه في المنتخب؟ والله بص كان قدامه قد ايه في المنتخب؟ يعني ما اعرفش. يعني هو راح كان هيبدا اساسي كم مره في المنتخب. اللي مجنني في موضوع احمد فتحي عارف ايه؟ انا احمد فتحي بحبه جدا على فكره، اللي جنني في موضوع احمد فتحي ان هو هو من اللعيبه الملتزمين جدا. لا اللي جنني ان هو كان ليه موقف في السابق ان هو انا مش هسيب الشاره لحد وكذا وبتاع، وبعد كده استدرجوه. ضحكوا عليه على فكره ضحكوا على احمد فتحي. وهو للاسف كل الطعم ان هو وافق ان هو يرجع معسكر وماتش عشان يرجع. رجعوه معسكر ساب الشاره وبعد كده ما جاش تاني. صح. ليه انت خلاص طالما ان انت خدت موقف خلاص انت خدته. حتى يعني انا عجبني الوقت في بيراميدز. ايوه رقم واحد قال لهم رقم واحد ده بتاع انا اللي اقدم.
ما خدوهوش معسكر بعد كده. وعلى فكره المعلومات اللي عندي بقول لك عليه، اتكلموا معاه وقالوا له ارجع وسيب الرقم، قال له سيب الرقم، انسوا ده رقمي. ده راجل احترمه، صح. ده ذكر، ده ذكر رجع ما لعبش. حقه. لا رجع وما لعبش وكل حاجه مفيش مشكله، بس لما رجعت انا راجل ايه، رجعت بالرقم بالمبدا اللي انا مشيت اصلا وعملت مشكله عليه من الاول. بس انا عمال افكر معاك مين لو صلاح مش موجود النهارده ممكن يبقى كابتن المنتخب بجد حجازي بقى بجد. حجازي كابتن اتحاد جده، واحد من اعرق الانديه في السعوديه وراجل ليدر. انا في رايي ما ينفعش يبقى حجازي في الملعب والشناوي في الملعب وصلاح يبقى الكابتن عليهم، ده رايي. ماشي، بس من الجيل اللي بعد كده بقى، يعني الجيل ما لا، خلاص الجيل بقى بعد كده حجازي الله أعلم حجازي بقى، أنت والشناوي. مش عارف مين. حجازي والشناوي يعني لعيبه كبار ومفيش حد يعرف يعني لا الشناوي يزايد على لا ده. لا انا في رايي ان الشناوي هيفضل جون مصر 5-6 سنين كمان. شايف كده. مفيش حد يقعده منها. مين النهارده جول؟ مفيش ولا جول كيبر يقعد. حتى مفاوضات بتاعت حراس المرمى في الدوري مفيش حد يا عم، مفيش حد يقعده. لا مفيش لو حد. سليم ومركز وبتاع يلعب. طب انا وانت فاكر لما كنا بنتكلم عن ان الكوره دي لازم تبقى، يعني انا في اي صناعه في الدنيا الكوره دي، في اي مكان في الدنيا الكوره دي صناعه. صح. وفي الصناعات التانية غير الكوره وغير الرياضه انت لازم يبقى عندك كده ايه، بنيه تحتيه وانفراستراكشر كده وحاجات عشان المستثمرين والناس دي تدخل تستثمر في الصناعه دي. انا عمال افكر كده معاك، لو الوضع الاداري بالطريقه دي والوضع الفني بالطريقه دي والجيل اللي موجود والجيل اللي طالع بالطريقه دي، ايه اللي المفروض يحصل؟ يعني انت شايف ايه؟ يعني بص يا منى، انا هكلمك من ناحيه الشغل بقى، البيزنس. تمام. اول حاجه، انا لعيب الكره الوحيد اللي جه في تاريخ مصر اختار ان هو ينفست في الكوره. صح. تمام. انا راجل بدفع فلوس في الكوره، بستثمر في الكوره، بستثمر على قدي. انا راجل عندي البروجكت بتاعي دلوقتي ذا ميكر، وعندي 50 ولد مديهم فول سكولرشيب بالاديوكيشن، بالانجليزي، بالسايكولوجي، كل الاسبكتس بتاعت اللي حوالين الكوره عامل تريننج بروجرام. يعني الحمد لله لامم كل الجوانب اللي تؤهل لعيب مصري، ديزايند للعيبه المصريين ان هم لما يبقى عندهم 17 و18 سنه ان هم مستعدين ان هم يسافروا يحترفوا، بل يستمروا اطول فتره ممكنه في الاحتراف. انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان انا راجل مصري وشايف ان ده مشروع مثمر هكسب منه فلوس على اللونج تيرم، وفي نفس الوقت شايف ان ده جزء من الباي باك اللي لازم اعمله لبلدي. لو رحت عملته في بلد تانية وبدأته في بلد تانية ابقى انا راجل ما استحقش اكون ان انا موجود في البلد دي. ده ايماني. فعشان كده عملت المشروع في البلد دي. صح. ان شاء الله المشروع ده انا بقول لك باذن الله زي جنراسيون فوت، زي رايت تو دريم اللي انا برضو بحيي المنصور جروب ان هم استثمروا في مصر وعملوا سيميلر بروجكت زي بتاعي في مصر، بس هم خدوا فرانشايز بتريننج بروجرام وكل حاجه. انا كريتد ماي اون تريننج بروجرام. تمام. النهارده هل لو انا مش مصري، هل لو عندي opportunity ان انا اعمل البروجكت ده في مصر او اعمله في جامبيا او اعمله في السنغال او اعمله في كوديفوار، عمري ما افكر ان اعمله في مصر. ليه؟ لان انت كمنظومه بقى وكسيستم انت مش عامل مناخ صحي لاي مستثمر انه يجي يستثمر في الكوره في مصر. مش عامل لا بنيه تحتيه ولا مسابقه منتظمه ولا مدربين عندهم اي اديوكيشن. انت النهارده عشان تجيب مدرب متعلم كويس ويقدر انه يعلم الولاد كويس، انت عشان تجيب مدرب كويس وتحافظ عليه. فانت النهارده ايه اللي انت بتقدمه للمستثمرين؟ رغم ان خلي بالك انت تقدر بتاريخك وبالانديه اللي عندك والقاعده الجماهيريه اللي عندك والمواهب اللي عندك والتنوع اللي موجود عندك ان انت تستثمر، تستقطب او تجذب مستثمرين اجانب كتير يستثمروا في الكوره في مصر. ليه؟ لان انت واحده من اهم مزايا الاستثمار في الكوره في مصر، لو انت بقى بتطلع لعيبه محترفين وان انت كل سنه بتطلع 3-4 لعيبه محترفين، ان انت بتصرف بالجنيه وهتكسب بالدولار. صح.
صح انت فاهمني؟ صح انت طبعا. بتنفست إن بالجنيه. الاستثمار بتاعك بالجنيه بالعمله يعني نفس الاقل بكتير نفس جدا، فكره وهتصدر اللعيبه نفس دي فكره بالدولار. التصدير، طبعا نفس طبعا. فكره تصدر اللعيبه دي بالدولار. هتصدر اللعيبه دي. لكن النهارده عشان تعمل لعيبه مؤهله لازم يكونوا من مخهم لغه، كل الكلام ده كله لازم ان انت تجذب المستثمر ده من ان انت تعمل له مناخ صحي للاستثمار. عارف انا مستغرب قوي انت بتتكلم، هو ليه الدوله يعني هل ما فيش حد في الدوله كلها انا شايف بس مشروع زي ده؟ انا عايز اقول لك يعني انا بكلمك مش لا بكلمك لا بلاش الدوله، ليه الاتحاد؟ لازم يعني يكون ليه الاتحاد مش شايف ده؟ لازم يكون عندك الباشن عشان تعمل تستثمر، لان ده لونج تيرم انفستمنت، ده استثمار طويل الامد. ايه بس ما الاتحاد بتعمل ده ما المغرب بتعمل ده، الاتحاد المغربي بيعمل ده. احنا لازم كقطاع خاص ان احنا يكون لينا دور، الدوله تقوم بدورها، ان هي الدوله دورها مش ان بص، مفيش حكومه في العالم نجحت بتخطط. الحكومه والنظام دوره ان هو يعمل مناخ صحي للمستثمرين. صح. المستثمرين هم اللي لازم ان هم يشتغلوا، لازم يبقى عندهم طالما ان انت شايف حاجه والباشون موجود. انا شايف الباشون في الكوره، وشايف الغلطات اللي انا وقعت فيها صح. بصلحها للولاد دول، او شايف الولاد دول وشايف الاخطاء بتاعتي فيهم وبصلحها لهم. انا النهارده مثلا البروجكت بتاع ذا ميكر ده، انا اول سنه صرفت فيه 8 مليون جنيه، تاني سنه صرفت فيه 6 مليون جنيه. السنه دي ان شاء الله هبريك ايفن، السنه دي بالسبونسرشيب اللي دخلت وبالبرايفت اكاديميز اللي بنعملها هنبريك ايفن، والسنه الجايه هنبريك ايفن، لكن هنكسب ان شاء الله بعد كده باذن الله وبنطور التريننج بروجرام بتاعنا وكل الكلام ده كله. لكن انا ليه تطرقت للحته دي؟ لو انا راجل مش مصري او عيله منصور دول ناس مش مصريين، هل المناخ الكرة في مصر يشجع اي مستثمر ان هو يستثمر في البلد دي؟ لا بص على الصناعات التانية هتلاقي فيه استثمارات في حاجات تانية خالص، بس لا مش لو انت عايز تعمل نفس البروجكت. انا عايز اقول لك مثلا تمام، جامبيا انا عملت يعني ستادي للمشروع بتاعي ده اللي انا عملته في جامبيا، يتعمل بكام؟ ب $3000 في الشهر. متوسط دخل الفرد في جامبيا عارف كام؟ 650 ولا 700 دولار في السنه، صح؟ ولاد اقوياء بدنيا جعانين كوره، اللغه الاولى بتاعت جامبيا انجليزي، وعلى بعد ساعتين من السنغال، فخلاص كده انت جاهز يعني. لا والقانون بيقول لك ان انت من حقك تجيب عدد لعيبه اجانب في النادي بتاعك غير محدود. فانت عايز تجيب من اي حته من اي بلد من اي حاجه، وتعلم الولاد دي وهو صغيرين ب $3000 دول، وشوف هتصدرهم بكام في اوروبا بعد. جامبيا دي واصله فاينل بطوله افريقيا، فاينل صح؟ بطوله افريقيا اللي كانت في مصر مش وصلوا فاينل؟ ايوه وصلوا فاينل. جامبيا الشباب اللي اتعمل في مصر هنا صح؟ اتعمل في مصر صح. لا وفي كاس العالم الاخير وصلوا برضو لحاجه جامده جدا يعني. منتخب جامبيا يعني انت بتتكلم فيه بوتنشال جامد جدا. ده اللي احنا خرجنا من اللي هو جيل 2003 ده. أيوة. صح كده صح يعني فانت النهارده فين الناس بتوعنا اللي بيدرسوا الكلام ده وبيدرسوا ايه اللي انت المفروض تعمله؟ احنا يا جماعه، احنا خلي بالك، احنا مش موضوع مننا ان احنا بعاد بس، احنا بعاد وبنبعد اكتر. انت الكلام ده انا حذرت منه من 3-4 سنين وقلت لكم هتيجوا تلعبوا فرق دلوقتي في افريقيا ما تعرفوهاش هيلسعونا 3-4، وده اللي حصل، وده اللي بيحصل دلوقتي. ده اللي حصل. خلي بالك ده بيحصل ولو ما لحقناش نفسنا وحطينا الناس الصح في الاماكن الصح وبقى عندنا مشروع، هنتعور جامد في الشغلانه بتاعت الكوره دي. طب ممكن اقول لك على حاجه عشان ما نبقاش بقى ايه يعني احنا بنتكلم مع بعض، ما نبقاش عمالين نقول ايه الغلط وايه كذا. طب ايه الصح؟ ما تيجي نقول الصح ان انت النهوض بكره القدم في مصر يبقى مشروع دوله، وتشجع المستثمرين ان هم ييجوا يشتغلوا، ان انت تخلق لهم مناخ صحي، وان انت تعمل بنيه تحتيه، وان انت تعمل دوري جامد، وان انت تشفر ماتشات الكوره بتاعت الدوري، تشفرها وتدخل فلوس وتقلبها صناعه. المستثمر ده اللي بيخش يستثمر في اي شغلانه بيستثمر فيها ليه؟ عائد عشان يبقى بيكسب. مش جمعيه خيريه. خلينا نقول ان واحد مش بتاع كوره خالص صح؟ ليه رجال بليونيرات العالم كلهم بيتهافتوا علشان يشتروا انديه في البريمير ليج؟
لا عشان جه في بتجيب اول التسعينات، ايرادات وعوائد اول كبيرة. التسعينات راح عامل رابطه، الرابطه دي راح مساويه الحقوق البث، وزع البث، جمد الانديه الصغيره، عمل باراشوتنج ماني للانديه اللي بتنزل، طلع برسنتج من النقل التلفزيوني لللور ليجز، جمدهم بقى. اي حد بيستثمر في نادي درجه ثالثه من دي 1 بيكسب فلوس. بس انا ميدو مش شايف ان الرابطه بتعمل كده هنا. انا بقول لك بجد يعني. اقول لك بصراحه، انا بقول لك بجد. اقول لك بصراحه، رابطه الانديه، في رايي يعني الغلط الكبير ان هم ما درسوش كويس ايه دور رابطه الانديه الحقيقي. هم كلهم ناس محترمه، كلهم ناس ما اتكلمش على الاشخاص خالص. كلهم ناس محترمه، وعلى فكره كلهم عايزين ينجحوا طبعا. لكن ما تسابلهمش المساحه الكافيه ان هم يعملوا دورهم الحقيقي. هم تحولوا لتول، بقوا اداه لتنفيذ الاجندات على او تنفيذ الخطه، خلينا نقول ما نبقاش اجندات على الارض. مع ان الرابطه النهارده بالاسماء اللي موجوده والناس اللي موجوده لو سبت لهم المساحه ان هم يشتغلوا وان هم يقوموا بدورهم الحقيقي، ان هم وده طبعا مستحيل مش هيحصل في مصر، ان هم بقى يبقى فيه تشفير للمباريات، وان هم حقوق البث ياخدوها يوزعوها بعداله ويجمدوا الانديه. يعني انا احسب لك حسبه صغيره كده، تمام؟ انت النهارده لو عملت في الشهر ماتشات الدوري ب50 جنيه، صح؟ وعندك 20 مليون كيبل، 20 مليون مشترك، مش هجيب لك بقى التجاري والقهاوي والكافيهات وبتاع، هقول لك 20 مليون على ال50 جنيه، تمام؟ عارف في السنه بكام؟ يعني 2 مليار. 12 مليار. 12 مليار. 12 مليار. لو خدت ال 12 مليار دول اديت الانديه الشعبيه كل نادي في السنه 500 مليون جنيه، تمام؟ اهو 2.5 مليون. واديت 500 مليون جنيه واديت للاهلي، تمام، عشان هو اكتر نادي واخد بطولاته بتاع 2.5 مليار، تمام؟ ادي 5، صح؟ واديت للزمالك 1.5 مليار، ادي 6.5، صح؟ صح. ورحت رايح كده لغايه ال10 مدي بقيه الانديه موزع عليهم، تمام؟ وال2 مليار اللي متبقيين رحت مدي مليار جنيه لانديه الدرجه الثانيه، صح؟ ومليار جنيه خدوا اتحاد الكوره. انت بتتكلم عن الهرم الكروي لا سمح الله، انت رايح في الحته دي. تمام. وخدت مليار جنيه اديته لاتحاد الكوره يصرف على المنتخبات ويعلم مدربين وكل حاجه. انت حليت ازمتك ولا ما حليتش ازمتك؟ صح. وبقى عندك بقى، وخلي بالك مش هتدي الانديه دي فلوس بس وتسيبهم كده ان هم الناس تعمل اللي هي عايزاه، لا، ده انت هتحط لهم كونديشنز وشروط. لازم تصرف 20% على البنيه التحتيه، ولازم تصرف 15% على تعليم المدربين، وتحط لهم شروط وتعمل لجان وتروح تتابع عليهم وتشرف عليهم. نفسي اعرف ايه الصعوبه في الكلام اللي انا بقوله ده. انا مش قادر افهم، انا مش عارف، انا مش قادر افهم الكلام اللي انا بقوله ده. انا طلع امي بقالي 2-3 عمال اقوله يا جماعه لازم يبقى عندنا مشروع، لازم نخطط، لازم كذا، لازم كذا. نفسي اعرف ليه مش عايزين ناخد خطوه لقدام. هتجنن والله، هتجنن. انت تفتكر ليه مش عايزين؟ ما اناش عارف، انا مش عارف. انا بالنسبه لي ده لغز حياتي. انا وانت بتتكلم حتى عمال اقول مدربين القطاعات الناشئين يا ميدو بيقبضوا يعني ارقام، عشان ما فيش فلوس. يعني هكسف اقولها يا عم انا بقول لك كنت بدرب الاسماعيلي، الموظفين ما بيقبضوش بالثلاث ولا 4 شهور، والعمال غلابه. وانديه كبيره. ليه حرام؟ انديه كبيره. حرام. ولاعيبه بتاخدش فلوسها، وناس بتستلف فلوس. ليه تحطوا الناس في المواقف دي؟ ليه عشان خاطر ايه؟ وفي الاخر انت بتحسس الانديه الجماهيريه ان انت بتمن عليه ان انت بترعاه. لا، الرعايه ده حقه لانه نادي تاريخي ونادي شعبي ونادي ليه جمهور ونادي ليه فان بيز ونادي يستحق ان انت ترعاه. لان انت لو انت مش عارف تسوق له يبقى انت الراجل، انت مش شغلتك. انت عارف انا وانا بكلمك على قطاعات الناشئين كده افتكرت حاجه. دايما بقول لك ما بيقبضوا ارقام هزيله، يعني ارقام صغيره جدا. دايما تلاقي المدرب في قطاعات الناشئين دلوقتي الاداره ضغط عليه، هو في الاخر كمان خلي بالك ما بيقبضش، فالادارات ضغط عليه. فالراجل يقول لك ايه، انا بنقي الولد اللي هيكسبني ده اللي هو ايه، اللي هو جسمه قوي، كل حاجه كل حاجه شو فاهم يعني. وانت بتتكلم عن كل حاجه عندنا غلط وانت بتتكلم عن المشروع، انا عمال اقول لو جيت ان كان مين الاسم اللي موجود دلوقتي، هيحط برنامج
هيغير ايه من اللي موجود في قطاعات الناشئين؟ إحنا- يطلع لك لعيبه بشخصيات احنا وبكواليتي كل تناسب حاجه المنتخب. احنا لسه بعقليه كبش الفدا ومين اللي يشيل البطوله دي وان المدير الفني. هل يا جماعه يعني معلش يعني مع احترامي، هل المشكله في الكره المصريه في فيكتوريا؟ لا. مش بقول ان فيكتوريا يقعد على فكره، لا لا, لا. لكن هل انتوا كده فاكرين يعني ان الناس آم، ارتاحت؟ لا، الناس على فكره الشعب أحسن المصري مدرب مش على فكره الشعب المصري بيتفرج على كاس الامم وبيتابع كاس الامم وهو حزين. انا بقول لك، انا بعدي من جنب قهاوي وبقف، الناس حزينه، الناس شايفه الكونغو وشايفه فرق ما عندهاش ربع تاريخك ولا ربع امكانياتك، بيلعبوا وعندهم لعيبه محترفين عندهم وعندهم كام لاعب محترف بقى؟ هو ده السؤال. عندهم وقلنا الكلام ده مليون مره. ان والله لا، انا بقول لكم، بقول للمسؤولين اوعوا تفتكروا ان الجمهور المصري في 2024 دلوقتي هينفع معاه المسكنات وهينفع معاه ان انا اعمل بالونات اختبار واشوف رد فعل الناس بتاع. يا جماعه والله العظيم الكلام ده السيستم ده ما بقاش يشتغل. انت عندك جيل طالع، جيل جامد جدا ابديتد باللي بيحصل في اوروبا وشايف ايه اللي بيحصل وناس متنوره ومتعلمه وعيال. يا جماعه والله ما النظام ده مش هينفع مع الناس دي. انت عارف انا اولادي الاثنين بيلعبوا كوره ولا واحد فيهم بيتفرج على حاجه على الدوري المصري ولا يعرفوا اي ما حاجه. دي كارثه، ولا أي كارثه حاجة. ولا أي حاجة. كارثه ان انت يبقى عندك جيل طالع ما بيتابعش الدوري المصري. لو انت عندك ب3 جنيه حد بتاع تسويق هيقول لك ان خلي بالك، هينور لك، هيقول لك خلي بالك في جيل طالع نوت انترستد. احنا بمناسبه التسويق ده حتى صلاح ما استغلناهوش، يعني ما عملناش اعلان حتى، فاهم، في بريمير ليج ولا نقول احنا بنعمل ايه ولا مصر ولا تعالى. ما فيش انت لا انت اي حد هيجي لك بتاع تسويق هيقول لك ان انت في خطر. انت عندك جيل طالع مش انترستد في الدوري المصري. يعني انا وانا عيل صغير وانا عندي 7 8 سنين كنت مجنون بالدوري المصري وكنت مش بحب الزمالك، بروح ماتشات الزمالك وانا وابويا بتاع. انت النهارده عندك مشكله ان العيال بيبقى في ماتش مثلا الزمالك والمقاولين وهو زملكاوي، او الاهلي والداخليه، وفي ماتش ليون موناكو بيتفرج على ليون موناكو. هو ده اللي بيحصل. انا بكلمك مش اولادي كده في سن 11 12 سنه كده. مش معترف يا عم، مش معترف بالكرة دي. ما هو شايف الفرق قدامه بيقول لك انت هتهزر. انا لسه قبل البطوله دي كنت رايح ماتش الودي اللي كان هنا ايه، زامبيا ولا كان مين اللي كان هنا في قبل البطوله؟ تنزانيا. بتاع تنزانيا، بتاع المنتخب ده. رايح شباب صغيرين قاعدين فبيقولوا لي انت رايح ليه ماتش المنتخب؟ بقول لهم ماتش المنتخب. بيقولوا ده ودي يعني. قلت لهم ايوه ماتش المنتخب. انا بالنسبه لي الجيل بتاعنا ده ماتش المنتخب ده ماتش مهم جدا. ماتش المنتخب ده عشان انت اتربيت على كده. ماتش المنتخب ده. انما يعني بص، لو انت دلوقتي مش هيبقى عندك وقفه، امتى هيبقى عندك وقفه؟ قول لي في ايه اسوأ من اللي بيحصل؟ بس هي الوقفه مش في فيتوريا يعني. لا لازم يبقى عندنا مشروع ولازم اشخاص ما باشا، اشخاص الكوادر اللي موجوده، عشان نقولها صح، الكوادر اللي موجوده لازم تكون مناسبه انها تبني مشروع وتنفذ المشروع. وعلى فكره اللي بيقول لكم يا جماعه ان مصر ما فيهاش ناس متعلمه بتفهم في الاداره الرياضيه وتقدر تدير، بيضحك عليكم. مصر فيها، طلع لك 15 20 واحد يقدروا ان هم يديروا، واول طريق نجاحهم انه يقول لك ان دي مش شغلانتنا، لازم حد تكنيكال يبقى يعمل لنا بروجكت ويعمل لنا بلان. وهيجيبوا اي حد النهارده قاعد على ترابيزه مجلس اداره مش عايز يجيب حد تكنيكال يعمل مشروع، تعرف ان هو جاهل وناقص. ليه؟ لان هو عارف ان اللي هيجي ده هو اللي هيعمل الشغلانه. زي ما جه كابتن جوهر الله يرحمه، جه مسك التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره. اسف يعني انا اقول الكلام ده، تمام؟ الراجل زهق ومشي بعد 3-4 شهور، لان لقى ان مجلس اداره اتحاد الكوره بيحاربوا الراجل، بيعمل بلان وهم بيحاربوه، لان هم مش عايزين المنصب ده يبقى موجود. جميع مجالس ادارات الانديه واتحاد الكوره مش عايزين منصب التكنيكال دايركتور يبقى موجود، لان هو هيلغي ادوارهم، لان هو اهم. ودي الحفره اللي احنا واقعين فيها. ناس غير مؤهلين بقى بتاخد قرارات مصيريه وقرارات فنيه، لان هم عايزين يبقوا في الصوره، لان للاسف الكوره هي البونبونيه. طب انا بقى عايز اقول لك على حاجه، عشان بس احنا ايه بنتكلم جد، بقى لنا شويه عمالين نتكلم جد. عايزين بقى لازم نبقى يعني نوزن الامور شويه. فعايزين نعرف كده ايه انت بتعمل ايه غير الكوره؟ لا ما هو دي بقى حلقات، خلي بالك، هو ده بقى احنا اللي ما اتقالش. احنا عاملين بودكاست ده احنا هنتكلم في كل حاجه. ايوه. بس النهارده اتكلمنا كوره، وانا شايف ان هي في وقتها،
طبعا. وطبعا الحاجات اللي انت بتقول عليها بقى، الحاجات التانية دي كلها هنتكلم فيها. بس انا شايف ان احنا كان مهم جدا ان حلقة النهاردة دي تبقى جد، بالذات جد بالطريقة بتاعتنا، اللي انا شايف ان الناس عايزة تسمعها. يعني الناس عايزة تسمع الكلام ده، وعايزة تسمع الكلام بالشكل ده. وميدو انا عايز اقول لك على حاجه، انا بقالي يومين 3 من ساعه ما المنتخب خرج من افريقيا لغايه دلوقتي، والناس قاعده مستنيه الاجتماع اللي هيتقال فيه وبعدين بعد شويه الناس دي لوست انترست، لانه خلاص فقدوا الامل انه بقى ايه اللي هيحصل. يعني استنى الاجتماع، والله هو فيتوريا هيمشي وبعدين نجيب مكانه مين. والله الناس لو بتتعمد ان الناس تهاجمها وتشتمها، مش هتعمل اللي بيتعمل ده والله. يعني لو بتعمد حاجه يعني مؤسفه. طب احنا المره الجايه هنقول لا انا البودكاست ده انا مش هسيبك تاخدني في الجد ده. لا جايين نهزر. لا جايين تاخدني في الجد، جايين نهجص. مش كده. ماشي يلا بينا المره الجايه ان شاء الله قريب هنقول حاجات كتير قوي من اللي ما اتقالتش عن ميدو وعن ميدو واصحاب ميدو ان شاء الله. ان شاء الله. الحلقه دي كان فيها جد كتير، كان لازم انا وميدو نتكلم عن الكوره واللي بيحصل في المنتخب. الحلقات اللي جايه هيبقى فيها هزار اكتر، هنبقى موجودين على سبوتيفاي وجوجل بودكاست. استنونا وتابعونا على السوشيال ميديا اكاونتس في حلقه جديده من اللي ما اتقالش.